واش كتلقى صعوبة في انك تقول لا حتى ولو كان داكشي في مصلحتك، او ربما تبغي تقولها ولكن ما كتعرفش كيفاش تقول لا بالشكل الصحيح؟ في الحقيقة يقدر يوقع لنا هذا الشيء في بعض المواقف ومع بعض الاشخاص، ويقد يكون امر عادي جدا، لكن في حالة ما اذا كان الامر كيتعاود في كل مرة فربما جا الوقت باش تعلم كيفاش تقول لا ملي يكون داكشي في مصلحتك. في الحقيقة يقد يكون امر صعيب انك تقول لا للناس، خاصة للاشخاص اللي كتعتبرهم مهمين بالنسبة ليك، لكن من المهم جدا انك تعرف فوقاش تقول لا وفوقاش تقول وتعرف مدى اهمية ذلك في بعض المواقف اللي تيكون فيها القرار حاسم وكترتب عليه من بعد امور اخرى مهمة. خاصك تعرف ايضا انك الا تعلمتي فوقاش تقول لا وفوقاش تقول وكيفاش تقولها بشكل مناسب، يقد يخليك تحقق بزاف من التوازن في حياتك، ويقد يكون سبب في انك تتخلص من نسبة كبيرة من القلق والتوتر والضغط اللي كتعاني منه فترة طويلة. فملي كتقول نعم بشكل دائم ومستمر، هذا الشيء ما غاديش يجعل منك شخص محبوب او سعيد بداك الشكل اللي كتخيل، وما غاديش يجعل حياتك سعيدة ورائعة وخالية من المشاكل والضغوطات. هو بصح بعض الاشخاص غيشوفوا داك الشيء لطفا منك، لكن اشنو عليك انت؟ شنو على الشعور ديالك؟ شنو على دوك الضغوطات اللي كتحس بها بعض المرات اللي كتقول فيها في عوض ما تقول لا؟ دوك الفترات الصعيبة اللي كتدوز منها بينك وبين راسك بلا ما يعرف حتى واحد، فحنا تنقولوا في بزاف د الاحيان لشي امور ما كنكونوش راضيين نديروها، وتنقولوا لشي حوايج ما كنبغيوش نديروها، وهذا الشيء كامل لاعتقادنا باننا بهذه الطريقه كنتجنبوا نجرحوا مشاعر الناس او نخليهم يحسوا باننا كنتخلوا عليهم في الاوقات اللي كيحتاجونا فيها. انك تقول لشي حاجه ما كتبغيهاش وما عندكش الرغبه في انك ديرها وما كتحسش بالسعاده في انك ديرها، كيعني انك قلتي لا لشي حاجه اخرى كتبغيها وكتحس بالسعاده الا درتيها. فمثلا كنتي في بيتك كتوجد الامتحان ديالك اللي انت باغي تجيب فيه نقطه مزيانه، عيط لك صاحبك باش تخرج معاه وقلتي ليه واخا، فهذا كيعني انك قلتي لا للهدف ديالك وهو تجيب نقطه مزيانه، لانك ضيعتي ساعات برا كان بامكانك تستغلها وانت كتوجد وكتراجع الامتحان ديالك. قبولك لاي حاجه تقترحات عليك ماشي فكره مزيانه، فكر شحال من مره قلتي فيها واخا وموراها بجوج دقائق تمنيتي كون قلتي لا، ولكن كتلقى الوقت فات وكتولي ديك الوقيته في حاله نفسيه خايبه وكتحس بالقلق والتوتر. باش تقول لا يقدر يكون امر صعيب، لكن باش تقول ديما ماشي الخيار الافضل، لذلك خاصك تعرف فوقاش تقول لا وفوقاش ما تقولهاش. تعلم فوقاش تقول لا ملي يكون داك الشيء ملائم وفي صالحك. كيتجنبوا بزاف د الاشخاص يقولوا لا خوفا من داكشي اللي غيقولوا عليهم الناس وغيشوفوهم باللي ما ظريفينش وما يمكنش تعول عليهم وما كيبغيوش يعاونوا الناس. لكن في الحقيقه ان بعض الاشخاص يقدروا يفكروا بهذه الطريقه، لكن اغلب الاشخاص غادي يتفهموا الامر وما غادي يحسوا بالتشعر السلبي الا تعلمتي كيفاش تقول لا بالطريقه الصحيحه. خاصك ديما تفكر في نفسك وما تخليش تفكير في شنو غيقولوا عليك الناس ينسيك راسك وراحتك. حاول ديما تفكر مزيان في شنو غيرجع ليك الا قلتي لا وإلا قلتي سول راسك ديما بعض الاسئله بحال واش الا قلت واش غنحط راسي في وضع خايب غيضر بيا، واش الا قلت واخا غنحط راسي تحت الضغط وغنتعرض للقلق والتوتر بسبب داكشي. الا كنتي غتقول وغتاثر على نفسيتك وراحتك وصحتك وسعادتك، فمن الافضل تقول لا. فكيفاش تقول لا للناس؟ يقدر يكون تيبان ليك ان قول لا امر صعيب، لكن هذا الشيء غير في البدايه فقط، وبحال اي مهاره واحده اخرى غادي يولي ساهل بمرور الوقت. فهادو بعض الخطوات اللي تقد تسهل عليك الامر. اولا قول لا ليس امرا سيئا، هذه اول نقطه خاصك تعرفها وتدركها مزيان. باش تقول لا ماشي امر اللي خايب، والشخص اللي كيشوف ان قول لا امر خايب فما هو الا شخص اناني كيفكر فقط في مصلحته الشخصيه، وخاص ياخذ كاع داكشي اللي كيطلب ديما حتى
حتى ولو كان على حساب الطرف الاخر. واش ترضى يدوز معاك صاحبك وقت طويل برا وهو عنده امتحان في الصباح وانت ما خليتيش ليه الوقت الكافي باش يوجد ليه غير حيت ما قدرش يقول لك لا؟ واش تقدر تقل على شي شخص بزاف ديال الخدمه ديالك وهو اصلا غارق في الخدمه ديالو ويقدم يكفيهش الوقت باش يساليه وهذا الشيء غير حيت ما قدرش يقول لك لا؟ وبالتالي فالشخص اللي كيرفض يقول ليه شي شخص اخر لا فهو شخص ما كيراعيش مشاعر الناس واوضاعهم. اما الناس اللي كيتفهموا الاوضاع الصعيبه اللي يقدر يكونوا فيها الناس ملي كيطلبوا منهم المساعده وبالتالي ما كيغضبوش الا قلتي ليهم لا ولا ماشي دابا، فهما اشخاص متفهمين واشخاص كيتمتعوا بذكاء اجتماعي وعارفين انهم ملي كيطلبوا شي خدمه من شي شخص اخر فهي مجرد طلب وماشي امر، وبالتالي من الحق الطرف الاخر يقبل او يرفض. ثانيا حدد اهدافك بدقه، خاص تكون عارف شنو هي الاشياء اللي بغيتيها وحتى اللي ما بغيتيهاش. الا كنتي كتعرف مزيان شنو هي اهدافك وشنو هي العوامل الخارجيه اللي تقدر تاثر سلبا على نسبه احتمال تحقيقك ليها، ديك الساعه يكون ساهل تقول لا ملي تلقى راسك قدام موقف ما غاديش يخدمك. بزاف منا تيقولوا غير حيت انهم ما عارفين شنو بغاو وشنو القرار الافضل ليهم. فالشخص اللي ما عندوش هدف او اهداف واضحه في عقله في الغالب ما كيعرفش فوقاش يقول لا وفوقاش يقول ملي يطلب منك شي واحد شي حاجه وقبل ما تجاوب بلا او حاول تفكر في الامر وسول راسك شنو غيوقع الا جاوبتي وشنو غيوقع الا جاوبتي بلا وكيفاش غتكون حالتك النفسيه من بعد. ثالثا طريقه كتهم. في بزاف د الاحيان الامر اللي كيتسبب في جرح مشاعر الطرف الاخر الا قلنا لا هو الطريقه باش قلناها وماشي حيت رفضنا الطلب او الاقتراح ديالو. لهذا خاصك تتعلم كيفاش تقول لا بطريقه محترمه ولائقه باش ما تجرحش مشاعر الشخص الاخر. الا درتي داك الشيء بطريقه صحيحه كتليق بيك كشخص كيتمتع بقدرات عاليه في التواصل الجيد مع الناس، فراه الطرف الاخر في اغلب الاحيان غادي يتفهم الامر وما غاديش ياخذه بشكل شخصي. حاول تجنب تعطي بزاف التفاصيل والتوضيحات على سبب رفضك للامر، فماشي من الضروره تعاود قصتك كامله وتعطي تبريرات على سبب رفضك. قول فقط انك ما تقدرش وفي المقابل اقترح عليه بعض الافكار بشكل سريع اللي تقدر تساعده في حل المشكله ديالو. فعلاش خاصك تولف تقول لا ملي يكون الامر ما مناسبش ليك؟ لانك بكل بساطه ماشي مجبر على القيام باشياء ما باغيش تقوم بها، خاصه اذا كانت امور غتاثر سلبا على حياتك وشخصيتك. لكن النقطه الاهم اللي خاصك تراعي ليها هنا وهي تجنب تولي شخص مزعج وسخيف كيعرف يقول غير لا. في هذا الفيديو ماشي بهدف يخلي منك شخص يقول لا لكل شيء ولكل شخص ابدا، وانما الهدف من هذا الفيديو هو تعلم كيفاش تقول لا ملي ما كيكونش داكشي في صالحك وتكون شخص كيتمتع بالثقه بالنفس ويعرف فوقاش يقول وفوقاش يقول لا ملي يكون الموقف مناسب. وتذكر ديما انك الا بغيتي تقول لا للناس بلا ما تجرح مشاعرهم خاصك تبين ليهم شويه ديال التعاطف معاهم وبين ليهم بانك كتفهم الامر. لكن اسمح لي ما نقدرش نعاونك دابا، وما تنساش تخبرهم بانك مستعد تقدم المساعده ليهم في المره الجايه ملي يكون عندك بعض الوقت.